السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة أسرار الطبخ أم أمير. ايه رأيكم في الناجتس الجميلة بالشوفان دي؟ على فكرة الناجتس ده صحي جدا لأنه بالشوفان، وكمان هنعمل معاه شوية شوربة. شايفين ناجتس جميل جدا وطعمه رائع، كريسبي من بره وطري وجوزي من جوه، يعني طعمه جميل جدا. كمان هنعمل صوص جميل قوي هيتاكل معاه. يلا نشوف الناجتس الصحي جميل قد ايه وطعمه رائع. وزي ما انتوا شايفين كده معايا صدرين من الفراخ متقطعين شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا لو بتحبيها مقرمشة هترفعيها زي ما انا عملتها كده. لو بتحبي صدور الفراخ مليانة شوية يبقى هتخنيها وتقسميها صدر الفرخة على 2. انا عملتها رفيعة زي ما انتوا شايفين. ومعايا توابل شطة وملح وبابريكا وفلفل اسمر وكمان ال7 بهارات، ومعايا 3 بيضات، ومعايا كوباية من الدقيق وكوباية من الشوفان و3 معالق زيت، ودي كل مقاديرنا. يلا نشوف مع بعض هنعمل الناجتس ازاي ونشوف الطريقة بتاعته. تابعوا معايا الفيديو في قناة أسرار الطبخ أم أمير. يلا نتابع الفيديو ونشوف مراحله. وزي ما انتوا شايفين معايا 3 بيضات اهوت. هننزل بالبهارات بتاعتنا، بس مش هناخد هنا البهارات كلها، يعني هننزل نصها. هنزل نصها على البيض والنص التاني هنزله على كوباية الدقيق علشان نعفر بيه الناجتس. وكمان هنزل ال7 بهارات، هناخد نصهم كده وهنضرب في ال3 بيضات بالشكل ده. هنربهم كويس قوي، وبعدين هننزل الفراخ بتاعتنا، صدور الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. هتقعد في التتبيلة ديت تقريبا 2 ساعة عشان تطلع ناجتس معاكي مبهرة طعمها حلو. كمان لازم تقعد في التتبيلة على الأقل 2 ساعة. هنسيبها 2 ساعة في التتبيلة ديت زي ما انتي شايفة كده. تاخد وتدي من بعضها وتتأثر، ويكون كمان طعمها جميل جدا. حلو كلام جميل. يلا نشوف مع بعض. وبعد 2 ساعة ما عدوا زي ما انتوا شايفين كده هنطلعها بقى من التتبيلة بتاعتها وعلى طول على الدقيق. زي ما انا قلت لكم كوباية من الدقيق عليها بقية البهارات، وهي رشة شطة، رشة ملح، ال7 بهارات، فلفل اسمر. احنا المرة دي عايزين الناجتس بتاعنا خفيفة لايت، مش دايت على الاخر، يعني لايت شوية. ممكن لو انت عايزاها صحية جدا يبقى هتستبدلي كوباية الدقيق بكوباية شوفان مطحونة، يبقى دقيق شوفان. انما هنا احنا عايزينها لايت شوية، بين الدايت وبين اللايت يبقى لايت. اتفقنا؟ انما لو انت عايزاها دايت يبقى هتحطي دقيق شوفان. هناخد منها، طبعا هي منقوعة زي ما انا قلت لكم في البيض. هناخد من البيض وهنصفي كده وهنبطن بالدقيق، وعلى طول هنرص في طبق يكون جنبنا بالشكل ده.
وزي ما انت شايفة مقاديرنا بسيطة جدا، وبس فعلا الناجتس ده طعمه جميل جدا. وعملنا كمان بالشوكة عشان محدش يقول ام امير ما بتعملش الا بايديها، لا وبالشوكة كمان بنعمل كل حاجة بنعملها، بس احنا بنحاول ان احنا نسهل المواضيع علينا، احنا في بيتنا بنعمل كل الحاجات دي طبعا بايدينا، مش حد بيعملها لنا. يعني محدش يعني يا جماعة يقلس عليا وانا بعمل بايدي، كلنا بنشتغل بايدينا في البيت. بعرفكم المرحلتين، كده انا بعمل بايديا وكده برضو بالشوكة انا بعملها، يعني انا عارفة بعمل الاتنين. معايا 3 حتات اهمت شرايح، لكن انا هظبطهم بقى واخليها حتة واحدة، عشان في ناس بتقولك ما بنعرفش نعملهم حتة واحدة. اهو لو عندك شرايح دجاج بالشكل ده ممكن تلزقيهم في بعض بالشكل ده وهتلزق معاكي، لقيت البيض ده مادة صمغية بتلزق على طول مع الدقيق. اهم حاجة ان انت تضغطي عليها كويس قوي عشان تمسك في بعضها. شايفين الضغطة دي؟ لازم نضغط بالشكل ده. طيب هنسيبها بقى هنا مؤقتا ونشوف الشوفان. وزي ما انتوا شايفين هنعمل الصدور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بعد ما بدرناه. هنا بقى الشوفان، عايزين الشوفان يكون ماسك كويس جدا في الناجتس بتاعنا، ما يفكش مننا لا في الزيت ولا حتى في الصينية. هنعمل ازاي؟ هنحط معلقتين 3 من الزيت على قشور الشوفان زي ما هي كده، احنا عايزينها قشور مش مطحونة، زي ما هي الشوفان اهي. هنحط 3 معالق من الزيت، والمعلقة الرابعة هنحطها في الصينية وندهن الصينية بتاعتنا علشان هندخلها على طول بعد كده الفرن. لو حبيتي بقى ان انتي تقليها هيبقى زيت غزير على البوتاجاز وتعملي نفس الطريقة دي. واول ما الزيت بتاعك يسخن هتنزلي الناجتس على طول. هنعمل كده طبعا 3 معالق زيت اللي احنا حطيناهم مسكوا التتبيلة كويس قوي، مش هتفك منك ولا اي حاجة حتى لو في الزيت. وهنرص في الصينية بتاعتنا، احنا عايزينها ما فيهاش زيت زي ما انا قلت لكم، عايزينها صحية فهنعملها في الفرن. اما لو انت عايزاها لايت عادية خالص بدون تكون صحية، هي برضو صحية بس لو انت حطيتها في الزيت مش هتبقى صحية خالص. وكمان هوريكي ناكل معاها ايه الاكل اللي بيتاكل ممكن معاها، وايه برضو الاكل اللي ممكن نضيفه ليها لو كانت صحية. يلا نتابع الفيديو ونشوف مع بعض. ودي اخر حتة ويلا نتابع ونكمل. وزي ما انتوا شايفين كده انا دخلتها الفرن ما قعدتش كتير، قعدت تقريبا ربع ساعة في الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وتحت الشواية اخدت 3 دقايق وطلعت بالشكل الجميل ده. ناجتس طعمها جميلة جدا، طرية من جوه وكريسبي من بره، واكلة صحية ودايت قوي. كمان هنعمل عليها صوص لذيذ جدا، وهو عبارة عن فصين توم بيتشوحوا
في معلقة من الزيت، وننزل عليهم بمعلقتين صلصة وكوباية الا ربع من المية، بنسيبهم يغلوا على النار شوية ويبقى معاكي احلى صوص للناجتس. وزي ما انت شايفة كده، وده صوص الناجتس، جميل جدا، طعمه رائع. يعني ده اكل صحي 100%. ولكن هنا برضو انا ضايفة اضافات ليكي، وهنشوف الاضافات اللي انا حطاها علشان كمان الدايت. الناس اللي بتعمل دايت الاكلة دي هتبقى جميلة جدا، خصوصا انها بالشوفان. انا عاملة جنبها كمان مكرونة بيضة وكمان شوربة فراخ. وزي ما انت شايفة، لو حبيتي ان انت تاكلي الاكلة دي متكاملة بالشكل ده هتبقى لايت. لو عايزاها علشان الرجيم زي ما انا قلتلك، يبقى هتستغني عن المكرونة وتشربي الشوربة بس مع الفراخ والصوص بتاعها. يبقى عملنا الاتنين، قدامك المكرونة وقدامك الشوربة بالشكل اللي انتي شايفاه ده. طبق شوربة مع الناجتس هتبقى حاجة جميلة جدا. كده هتبقى أكلة حلوة وكمان خفيفة وكمان حلوة قوي للدايت. هنا بقى فين الناس عشاق الدايت هياكلوا الأكلة دي وهم مطمنين. حتى ان شاء الله لو اكلتيها في يوم الفري هتبقى برضو جميلة جدا، هتبعدي عن الزيت والمقليات والحاجات كمان اللي زيادة الاوفر قوي في القلي، وهتروحي للحاجات الصحية اللي احنا عملناها ديت، هتبقى كويسة جدا. اكل صحي بقى شوية، نريح المعدة مع شوية شوربة، مفيش احسن من كده. حبيتي مكرونة والشوربة كله في وقت واحد مع بعضه، هيبقى برضو مفيش مشاكل. اكل هيبقى لايت، هنا هيبقى لايت وخفيف. ممكن تستبدلي اي حاجة من الاتنين، لا اما المكرونة لا اما الشوربة. عموما الاكل كله مفيهوش زيت، يعني خفيف على المعدة، وكمان يعتبر من الدايت. زي ما انا قلتلك، لو انتي استبعدتي المكرونة وفضلتي الشوربة. وكده يبقى عملنا الناجتس بكل تفاصيلها. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك، واللي اول مرة لسه ما شافنيش هيشوفني هيدوس على الجرس عشان يوصلكم فيديوهاتي. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة اسرار الطبخ ام امير.